من الفضائية الإرسال نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بأبرز العناوين. تقييم التعليم في الإقليم الجنوبي. جهود فعالة في الحملة التنموية الطلابية في إقليم الكشبركة. برنامج لقرص 200,000 شجرة في عدريه. مصرع 16 بينهم 6 نساء وطفلان في هجوم شمال شرق الكونغو. الولايات المتحدة تعلن تقديمها مساعدات إنسانية إلى العراق. وبكين تفرض على عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق روس وآخرين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قيم مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي المميزات والنواقص التعليمية في العام الدراسي 2019 أو 2020 في إطار جلسة الاجتماع التقييمي الذي عقده في 22 في مدينتي مندفرة ودكمهر. وقيم الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو التعليم في المديريات تجاوز القلق الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتأثيره في العملية التعليمية بفضل الخطوات الجادة المتخذة، فيما أشار إلى تحقيق مساهمة ونتائج الطلاب نتائج إيجابية. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول المكتب في الإقليم الأستاذ هبتزكي كيداني أوضح مستوى النجاح في المدارس الابتدائية بنسبة 87% و74.7% في المرحلة المتوسطة و65.3% في المرحلة الثانوية. ورغم أن مشاركة الإناث مشجعة في كافة المراحل إلا أنه يجب إلى جانب ذلك الدفع بها قدما فيما يخص بتعزيز المنافسة. وعلى المعلمين العمل الجاد بقوة خاصة فيما يتعلق بمقاطعة الطلاب مائدة التعليم في المرحلة الثانوية. من جهتهم قال مسؤول التعليم في المديريات أن التنسيق الذي أبدته المدارس لمكافحة جائحة كوفيد-19 وكذلك المجتمع المدني لاكتمال نواقص المدارس تعد أحد أهم المميزات، مناشدين بحث آليات حلول لقلة المعلمين وضيق الفصول في المرحلة الابتدائية. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الجنوبي الأستاذ قال أبتس فاسلاسي ناشد فيها المعلمون للسعي من أجل تحقيق نتائج جيدة بتعزيز اهتمام الطلاب، مستفيدين من التأثير الإيجابي الذي يتمتعون به. هذا وتوجد في الإقليم الجنوبي 179 روضة أطفال و265 مدارس ابتدائية و96 متوسطة و29 ثانوية. قال منسق حملة التنمية الطلابية في إقليم الكشبركة الأستاذ هبتم قبريسوس إن الحملة الجارية للمرة 23 تحقق نتائج مرضية خاصة لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وأوضح لوكالة إرينا أن الحملة التنموية الطلابية تنفذ هذه السنة في 7 مديريات بمشاركة 2750 طالب في الصفين 9 و10 للتشجير ورعاية الأشجار وبناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق. وأشار إلى أن 455 من مجموع الطلاب المشاركين في الحملة هن من الطالبات، حيث يستهدف البرنامج شتل 131,000 شجرة وبناء المدرجات والحواجز المائية في مساحات كبيرة. وذكر بأن الحملة تشمل أيضا مساعدة أسر الشهداء والمحتاجين. وأوضح الطلاب بأن أجرة حماية التربة وحفظ المياه التي يقومون بها في مدارسهم ساعدتهم لعمل فعال في الحملة. في غضون ذلك قام طلاب مدرستي بيشا ودونا في بارونتو بالتبرع الطوعي للدم، إلى جانب أنشطة حماية التربة والمياه في الحملة التنموية. ودعا منسق الحملة التنموية الطلابية في إقليم الكشبركة الأستاذ هبتم قبريسوس الإدارات والمواطنين اتخاذ مسؤولية رعاية الأشجار المعروسة لضمان نموها. أفاد مراسل إرينا بأن السكان وخاصة طلاب الحملة التنموية يعملون لشتل حوالي 200,000 شجرة معدة لإنجاح الحملة الخضراء. وأوضح خبير تنمية الأشجار السيد قرماي أبرهة أن التشجير يجري في 12 ضاحية ل10 أنواع من شتول الأشجار معدة في مشتل قرقرة بالطلاب والمشجرين الأفراد والمجتمع.
وذكر النمو 97% من الأشجار المغروسة سابقا في مديرية الضريح نتيجة الحراسة والمتابعة. وأشار إلى أن 420 من الطلاب المشاركين في حملة التنمية الطلابية يعملون في 3 نقاط عمل منذ 17 من يوليو لإعداد حفر التشجير وبناء المدرجات والحواجز المائية. وأوضح المشاركون في الحملة القيام برعاية الأشجار طول السنة إلى جانب التعليم إدراكا لأهمية التشجير على البيئة. تلقت الأسر المحتاجة في عدو عداد بمدينة قال النفحي مبلغ 134,000 نعفة مقدم من المحسنين. وأفادت إدارة المديرية أن التبرع وزع على الأسر التي ليس لها راع بعد دراستها من الإدارة ولجنة القرية. وشكرت الأسر المتلقية للدعم على العون الشعبي والحكومي المستمر. استشهد يوم 23 من يوليو عضو وزارة الشؤون الخارجية تولد قبرس قابهير سرسي يوناس جراء مرض ألم به عن عمر بلغ 69 عاما. التحق المنادل تولد بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس 1973 وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة حتى مستوى قائد لواء، وبعد الاستقلال خدم في القوات المقاتلة وكذلك في وزارتي العدل والشؤون الخارجية. والمناضل الشهيد تولد قبرس قابهير الذي أمضى 48 سنة من عمره في النضال للتحرير والدفاع عن السيادة أب ل6 أبناء. وقد ورع جثمانه الثراء اليوم الأحد 25 من يوليو بمقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل تولد قبرس قابهير وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وأصدقائه. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال مدير مستشفى محلي أن 16 على الأقل من بينهم 6 نساء وطفلان لقوا حتفهم في هجوم اشتبه بأن منفذيهم متشددون على طريق نائي شمال الشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووقع الهجوم على طريق بالقرب من بلدة أوبتشا التي تبعد نحو 390 كيلومترا شمال مدينة جوما في شرق البلاد. وقال العاملون في المستشفى أن 9 آخرين أصيبوا من بينهم 3 أحدهم طفل في حالة خطيرة. يذكر أن لقي 10 أشخاص مصرعهم في حي روانغوما جنوب شرق بيني بإقليم الشمالي كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال الجيش الكونغولي إن الجريمة جاءت نتيجة هجوم شنته قوات الحلفاء الديمقراطية وهي جماعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش. وتقوم القوات الديمقراطية باستهداف بيني والمناطق المحيطة بها منذ عام 2013، كما أنها يقف وراء سلسلة من المذابح أودت بحياة 6,000 شخص على الأقل. جدد العراق والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز الشراكة بين البلدين والتأكيد على متانتها وقيامها على المصالح المشتركة، وذلك مع بدء اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة الأمريكية واشنطن إن الولايات المتحدة فخورة بقيادة الجهد من أجل إنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة في أكتوبر. وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن داعش لا يزال موجودا في العراق، وأن بلاده تجدد التزامها بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وقال حسين الذي يزور واشنطن حاليا ضمن وفد رفيع لحضور الجولة الرابعة من اجتماعات الحوار الاستراتيجي، إن مذكرات التفاهم الموقعة مع واشنطن تؤكد مضي العراق في تعزيز استقلاله الاقتصادي وتحقيق الشراكات الإقليمية والدولة بشكل متوازن. فرضت الصين عقوبات على أفراد أمريكيين من بينهم وزير التجارة السابق ويلبر روس ردا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ.
وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين. كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات، من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين ولجنة المراجعة الأمنية والإقتصادية الأمريكية الصينية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي دوري إن الولايات المتحدة لا تبالي بالإجراء الصيني. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 129 شخصا مصرعهم في ولاية مهاراشترا الهندية جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى، وفقد ما يصل إلى 40 شخصا آخر بعد انزلاقات التربة الثلاثة المنفصلة التي وقعت في منطقة ريغاد في ولاية مهاراشترا بجنوب بومبي العاصمة المالية للهند. وفي أنحاء أخرى من الولايات ما زال نحو 15 شخصا في عداد المفقودين، وتشارك وحدات من سلاحي البحر والجو في جهود الإنقاذ بعد ما تسببت الأمطار بفيضانات عزلت آلاف المواطنين، إلا أن عمليات الإنقاذ تتعرقل بسبب انزلاقات التربة التي قطعت الطرق، ومن بينها الطرق السريع الرئيسي الذي يربط بومبي بجوا. ووصل مستوى المياه إلى 3.5 أمتار في مناطق بمدينة تشيلبلون التي تبعد 250 كيلومترا عن بومبي بعد 24 ساعة من هطول الأمطار بدون توقف، ما تسبب بفيضانات نهر فاتشيتشي وغرق طرق ومنازل. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا الأكارم، إليكم أبرز ما جاء فيها: تقييم التعليم في الإقليم الجنوبي، جهود فعالة في الحملة التنموية الطلابية في إقليم الكشبركة، برنامج لقرص 200 ألف شجرة في الضايح، مصرع 16 بينهم 6 نساء وطفلان في هجوم شمال شرق الكونغو، الولايات المتحدة تعلن تقديمها مساعدات إنسانية للعراق، وبكين تفرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق روس وآخرين. مشاهدينا، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.